قال له مش عاجبك يا مصر يا كلب، يلف دخل فيه بالعربيه، حصل له بتر في رجله اليمين بالكامل. لو في احترام بس انتوا خلاص ده زريبه. يا سيد الفاضل بدي رساله لكل سعودي، لما تيجي تتكلم عن مصري او عن مصر تقف تديني انتباه وانت بتتكلم، لازم تقف كده وتعدل هدومك وتديني التحيه. انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ اهلا بيكم. طبعا انا نزلت حلقه عن الشاب اللي مقدم استغاثه لمعالي الرئيس رئيس الجمهوريه، وزاره الخارجيه المصريه، السفاره المصريه، للامير محمد بن سلمان، وقلت يا جماعه ده شاب اتظلم، اتقطعت رجليه بسبب سندوتشات فول وطعميه، وكان في اعتقادي ان الشعب السعودي زي احنا دايما زي انا ما بقول، وقلت الكلام ده في الاول، قلت يا جماعه دي حلقه او دي جريمه او قضيه ايا كان مسمى فرديه، حاله فرديه مش بتتكرر كتير ولا تمثل السعوديه ولا الحكومه ولا الشعب المحترم. ومع ذلك بقى اتفاجئت ان الشعب السعودي داخل في الكومنتات بيبرر الجرم للبلطجي ده، ويقولوا انتوا كمصريين لا بتحترموا القانون، وانتوا اكتر ناس بتيجوا حتى عندنا في الحج بتخالفوا القانون، وانتوا ناس دايما معفنين وناس. واتفاجئت بالفاظ يعني حاجه قمه السفاله وقله الادب من الناس دي. طب عشان نتكلم بقى ونعرفكم حجمكم الطبيعي، تمام؟ عشان كل واحد ياخد حقه بقى. ما لما بتكلم النهارده عن واحد مجرد انه شغال عندكم استعبدتوه، هو شغال خدمة مقابل اجر، يعني راجل شغال بياخد فلوس، تمام؟ اصبح لما يعدي عليه واحد عديم الدين بلطجي قليل الادب ما ترباش، تجرد من كل مشاعر الانسانية، لما يعدي عليه يقول له اديني سندوتشين فول وطعمية، وهو شغال في محل واحد جلانف، شغال في محل صاحبه جلانف، تمام؟ سعودي، وبالتالي لما يجي يقول له عايز الفلوس بيدوله الاوردر، فبقول له عايز الفلوس، فبقول له كاش ولا شبكه، حتى دي من ضمن الحاجات اللي الناس علقت عليها. قال له لا ده ولا ده. امال هتعمل ايه يا فندم؟ قال له اخد الاكل ده ببلاش. قال له يا فندم ده انا راجل شغال باليوميه، المحل ده مش بتاعي، انا راجل شغال باكل عيش، ماليش ذنب في ان انت تاخد حاجه زي كده وحاسب عليها. قال له مش عاجبك يا مصر يا كلب، يجي داخل فيه وبيلف سيد بقى ابو الخير ده بالشنطه اللي فيها سندوتشات يا شويه مغيبين، بيلف دخل فيه بالعربيه، حصل له بتر في رجله اليمين بالكامل. احنا اذا ما كنا زي انتم ما بتقولوا انتم مش دولة قانون ولا بتحترموا القوانين، لا ده احنا اللي علمناكم القانون وعلمناكم الاصول، واحنا اللي عملنا منكم بني ادمين. ارجعوا للتاريخ بقى، ارجعوا للتاريخ. ده مواطن غلبان فقير متغرب، والمتغرب ضعيف، اتوجه واتخذ الاجراءات القانونية وقوم محامية واشتغل على القضية، والقضاء نصفه، يعني المحكمة حكمت له ب200,000 ريال. احنا بقى اللي ما بنطبقش القانون ولا انتوا؟ بمعنى ان لما المحكمة حكمت له ب200,000 ريال تعويض، المفروض سمعا وطاعا لحكم المحكمة. لو في احترام بس انتوا خلاص ده زريبة، لو في احترام بقى يبقى خلاص ندي للراجل ده حقه، انما لا بقى ما ندلوش حقه ونعمل ايه؟ يقول لك لا مش هندفع. طب وحكم المحكمة؟ يبل ويشرب بميته. ولما نيجي نطالب بيه يقول لك انت بتعمل فتنة. لما نيجي نطالب بحق الراجل ده ونوصل صوته يقول لا ده انتوا كمصريين انتوا ناس مش كويسه، انتوا ناس بتخالفوا القوانين، انتوا ناس بتيجوا عندنا في الحج والعمره اكتر ناس بتخالف القوانين وما بتحترمش، وكدابين انتوا. يا سيد الفاضل بدي رساله لكل سعودي، لما تيجي تتكلم عن مصري او عن مصر تقف تديني انتباه وانت بتتكلم، لازم تقف كده وتعدل هدومك وتديني التحيه. انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ ده الكعبه اللي هي الكعبه احنا كنا بنكسها لكم، احنا كنا بنكسر الكلام ده انا بتكسف وانا بقوله، بس انتوا اللي اجبرتوني ان انا اطلع اقول كده. كنا لا حول ولا قوه الا بالله، الكعبه كنا بنكسيها. ده بيدل على ايه؟ ان انتوا كنتوا واجعين من الدور 99، فتيجي النهارده تكلمني تقول لي انت جعان وانت ما اعرفش جاي تشحت مين يا مغيب منك ليه؟ ده راجل بيطالب بحقه، واذا كان الراجل ده ظالم ما كانتش المحكمه نصفته. 200,000 ريال اللي انتوا هتبيضوا عليها من ضمنها 22,000 ريال للمستشفى في فاتوره بيها، والراجل ده يركب جهاز صناعي مكان رجله اللي اتبترت ب33,000 ريال. مين اللي حاسبه على الكلام ده؟ مين بقى اللي حاسبه على الكلام ده؟ وكمان مش عاجبكم، كمان حضراتكم مش عاجبكم، بتقولوا لا يخبط دماغه في الحيطه. ولما جينا ان احنا نوصل صوته
للساده المسؤولين. استغاثه بيستغيث، يعني الراجل بيقول عايز السيد رئيس الجمهوريه يخش في مشكلتي. وزاره الخارجيه المصريه، السفاره، الامير محمد بن سلمان، لما الراجل قدم استغاثه طلعنا احنا وحشين وبنعمل فتنه وبنتشتم في الكومنتات من اشكال ضاله. وللاسف انت قاعد ورا شاشه وبتشتم او ماسك حته حديده موبايل وبتشتم، انما وجها لوجها صدقني لا انت ولا اللي خلفوك يقدر يسمعني الكلام ده. بس للاسف النت خلى الجبناء ابطال واسود في الكومنتات، لان انا بشتم ومحدش شايفني او بشتم وبجري. حسبي الله ونعم الوكيل. ومع ذلك برضه حاج سيد هيرجع غصب عن بوز التخين، شاء من شاء وابى من ابى. لازم حاج سيد يرجع، لان سيد دي حياته اتحطمت حرفيا لما حصل له بتر في رجله، بيته كله اتدمر، هو اتدمر واسرته اتدمرت من واحد عديم الدين والضمير مفكر نفسه عايش في عزبة ابوه ده عبد عنده. لذلك ما زلت بقول حق سيد ان شاء الله هيرجع، ومش هيهدلنا بال غير لما تحصل على التعويض بتاعه. اشكركم على حسن المشاهده، واسف لو اي يعني لفظ خرج مني يا جماعه، والاسف ده خاص بايه؟ بالمشاهدين المحترمين خارج الفئه اللي انا حددتها دي. تمام، كلام واضح. اشكركم، الى اللقاء. الى هنا نصل الى نهايه قصه اليوم من أضابير حجازي. نود التنويه ان هذا المحتوى يعرض بهدف التوعيه والعبره، وليس للتشهير او الترويج لاي سلوك مرفوض دينيا او اجتماعيا. نحن نناقش هذه القضايا لنسلط الضوء على خطورتها، وندعو الى التفكر في عواقبها حفاظا على قيمنا ومجتمعاتنا. كان معكم حجازي رجب. نلقاكم في قضيه جديده وأضابير لا تنتهي.